شوفوا كيف تنقيز يا حبيبي، انقز يا حبيبي. ما يحتاج ابو قنابل وما يحتاج قلق وما يحتاج، خلاص باقي لنا شيء واحد بس كلهم على هذا. اوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد العزيز من قناة سارك شر. بالبداية اللهم صل وسلم على محمد. واليوم رجعت لكم مقطع جديد ومقطع مهم. الأغلب الفئات اللي يلعبون بكلاش كلانس أو أغلب الناس اللي يلعبون كلاش كلانس، المقطع هذا صراحة مهم للي مو مبتدئ مرة، يعني سياحي باللعبة ما يعرف شيء باللعبة، ما ينفع لك المقطع هذا. المقطع هذا ينفع للي يعني شوي متقدم باللعبة شوي، يعني ينفع تقريبا لأغلب الناس، لكن اللي مرة توم بادي باللعبة ما ينفع لك المقطع هذا، لكن استفد من المقطع هذا لقدام. طيب شباب، خلنا نوريكم قبل وش الفروقات بين المقطع اللي فات والمقطع هذا من ناحية قريتي. طبعا وصلت الويزرد تاور الليفل 6 كلها، وهذا يتطور الليفل 6 باقي له يومين، فتقريبا كلها وصلت الليفل 6. المدافع كلها ليفلاتها 9، ببدأ اشتغل عليها واطورها الليفل 10. بعدها برجع للمورتر، طبعا المورتر عندي 2 ليفل 5 وواحد يتطور الليفل 6 باقي له 5 ايام. وبعد برجع للارتشرز، مو الارتشر، الارتشر تاور. ف يعني شيء حلو. الملك ليفل 4 باقي لي ليفل 1، وابدا استخدم الخاصيه اللي موجوده بالملك. وش الجنود اللي واصلين عندي ماكس؟ البربريان والارتشر العملاق وصلته اخيرا ليفل ماكس. طبعا المنطاد الكل يعرف انه ليفل ماكس. الويزرد 5، ابو قنابل 5، الهيلر 2، الانعاش باقي لي ليفل وصلها الليفل ماكس. طيب شباب، المقطع هذا بتكلم عن امور تفيد اي لاعب يلعب كلاش اوف كلانس وما هو منتبه للاشياء هذه. اول شيء واكثر شيء يجينا يسال عن واحد مثلا ببلاك بيري بالقناه، يسالون كيف الهجوم، او وش افضل انواع الهجوم، او وش افضل استراتيجيه، او وش افضل. انا بعطيك شيء تستفيد منه باي استراتيجيه قدام، باي هجوم تهجمه راح تعرف انك كيف انك نجحت بالهجوم ولا لا. السؤال هو كيف تعرف ان هجومك ناجح؟ هذا السؤال جان امس ببلاك بيري، يقول شلون يا عزوز اني اعرف ان هجومي زين ولا لا؟ اكيد اغلبكم عارف، لكن انا بقول لكم كيف تعرف ان هجومك ناجح بكلاش. اول شيء، كل ما صار سعر الجيش اللي انت طلعته، يعني مثلا انت هجمت بتشكيله واللي يكن كله مسهم، هذه ارتر، كله ارتر مثلا هجمت، كم كلفتك الارتر؟ مثلا كل الجيش كلفك 40,000. تبي تعرف ان هجومك ناجح ولا لا؟ القرية اللي هجمت عليها خذيت اكثر من 40,000، معناته انك نجحت بالهجوم. كيف؟ اعطيكم مثال اكثر واوضح. بعطيكم الهجوم هذا اللي قبل شوي. شوفوا عدد الجيش 22 عملاق، 40 ارتر، 40 بربريان، 10 ابو قنابل. شوفوا الهجوم. استدعيت الملك هنا بالبداية، بسرع اسرع شيء لانه بس مثال بوضح لكم. نزلت هنا العمالقة، اعطيتهم هنا انعاش واعطيتهم اشياء، واعطيتهم انعاش هنا بعد مرة ثانية. خذينا القرية تقريبا، خذينا اغلب الموارد، خذينا 89,000 تقريبا جولد، وبعد بال80,000 اكسير زهري. شوفوا الهجوم هذا، وخذينا 86,000 اكسير زهري، 84,000 جولد، و80 اكسير اسود. طيب انا هجومي هذا ناجح فيه، بس مو لذاك الزود، يعني ما كسبت واجد. ليش؟ انا اقول لكم سعر الجيش كم كلفن؟ تقريبا انه 70,000 الجيش فقط بدون المشروبات، خلون المشروبات على جنب. انا اقول لك الجيش كامل 70,000 تقريبا. طيب مع المشروبات، انا استخدمت 2 طاقة، يعني مشروب الطاقة كلفن 22,000 الواحد، يعني 44,000 كلفن، 44,000 المشروبات بس. مع الجيش 70,000 خلينا نقول، او قل 80,000. 40,000 مع 80,000 يصير 120 تقريبا، وما ادري 120,000 كلفن الجيش. طيب اللي انا نهبته 80,000 يعني 160، يعني كسبان انا تقريبا كسبان 40,000. فمعناته هجومي نجح اللي قبل شوي. فانت كيف تعرف ان هجومك نجح بكلاش اوف كلانس او لا؟ احسب بكم الجيش وبكم طلعت من القرية من موارد، يعني اللي نهبته اذا كان اكثر من سعر الجيش، فكذا انت تكون ربحان موارد، تكون هجوم ناجح يعتبر.
بالنسبة للكؤوس ما يهمك كؤوس، لأن أنت بالفترة الحالية توك تطور القرية. يعني الكؤوس متى؟ لما يصير ليفل البيت عندك 10، كل شيء ليفل ماكس، السور ليفل ما أدري كم 9 وفوق، يعني تصير قريتك قوية. فكذا بالوقت هذا تهتم بالكؤوس. لكن أنت في الفترة الحالية اهتم بالموارد وبس، وتطوير قرى. طيب هذا بالنسبة للهجوم، وكيف تعرف ان هجومك ناجح ولا لا. بس اهم شيء بالهجوم شباب انكم تنتبهون للمشروبات، لان في ناس انا اشوفها يهجم وما ينتبه للمشروب. ترى المشروب كل ما حطيت مشروب يعني تسريع ولا برق ولا انعاش، كل ما حطيت بالهجوم اعرف ان ربحك راح يقل. يعني انت هاجم على قرية مثلا فيها 200 ألف اكسير زهري، كل ما حطيت مشروب ترى نقص من ربحك. ليش؟ لأن المشروب كلفك اكسير زهري. فكذا أنت تكون يعني خسرت، مو خسرت، قلل من ربحك المشروب. طيب بنتكلم عن الدفاع. الدفاع يا شباب، كثيرين اللي يجونا بالكلان خاصة يجي يقول لك كعزوز شوف تصميمي زين، وش رايك؟ وين اودي الكلان؟ وين اودي المورتر؟ ها تعطيني تصميم شيء جديد. انا بعطيكم شيء يفيدكم كلكم، وكل ما شفتوا تصميم باليوتيوب، برامج كلاش كلانس، باي مكان، راح تعرف انه كويس التصميم ولا لا. انت فهم النقاط اللي بقولها لك، وان شاء الله انك تستفيد. اول شيء شباب، لازم المخازن توزعهن بمكان ما تخليهم جنب بعض، هذا اهم شيء. يعني زي ما تشوفون الجولد عندي واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. طيب والاكسير نفس النظام. طيب الحين وش الفائده يا عزوز من الكلام هذا؟ انا اقول لكم وش الفائده. الفائده الحين لما يجي احد بيهجم علي، اوكي، يلقى مثلا مخازني فل، مثلا يلقى عندي 400 ألف، يعني الرجال يبي الموارد، خلاص شاف عندي 400 ألف. فوش راح يسوي؟ راح يحتار. المخازن فيه هنا مخزنين وفيه هنا مخزنين، فما يدري من وين يهجم من الجهة اليمين هذه ولا من الجهة اليسار. فإذا هجم من اليمين راح ياخذ بس المخزنين هذول، وما راح يقدر يوصل للمخزنين الثانيات. وإذا هجم من اليسار ما راح يقدر ياخذ إلا المخزنين هذول، وما راح يقدر يوصل لليمين. فكذا انت شتت الخصم. يعني الخصم هو ما يدخل يهجم على قريتك كذا يكون متشتت. ليش؟ لأنه ما يدري من وين يهجم عليك ومن أي جهة يبدأ يهجم. هذا شيء مهم شباب، لازم تهتمون للشيء هذا، نقاط مهمة. طيب في شيء ثاني بالدفاع قوي، يعني لازم الكل يهتم به، اللي هو بيت كلان. أتوقع الكل ساحب عليه، هذا معتبرينه مر شيء عادي. يعني مثلا بعطيك واحد تصميمه مثلا، دائما اشوف الناس يحطون كلان مثلا هنا. اصبر بعطيكم وين بالضبط يحط كلان. مثلا خلينا نوخر الكانون هنا، اوكي، نوخر الكانون هنا، وبندخل لكم اللي هو بيت كلان نخليه هنا، اوكي. لما تشوفون بيت كلان هنا، وش راح اسوي؟ انا القى واحد حط بيت كلان برا، اوكي هذا حلو، انزل عليها ارتر واحده، اطلع كل اللي بكلان، اجلد اللي بوسط كلان، وهم ابدا ادخل على القريه. هذا شيء غلط انك تحط كلان برا. ليش؟ لانه كلان اقوى شيء، اقوى دفاع بالنسبه لكلاش اوف كلانس، واتوقع اي واحد فاهم بكلاش راح يقول نفس الكلام. ليش؟ لانه يمديك يعني تطلب ويزرد، يمديك تطلب ارشر. الارشر يضرب اللي بالهواء واللي بالارض، الويزرد برضو يضرب اللي بالهواء واللي بالارض. المعلوميه اقوى شيء للدفاع يا شباب الويزرد، لانه الويزرد يضرب ضرب جماعي، ويعني يعتبر سبلاش وما ادري وش الكلمه هذه، فانه يعني ضربه جماعي، فشيء حلو الويزرد بالنسبه للدفاع، خاصه تعزيز كلان. ف انا بالنسبه لي اعتبر ان تعزيز كلان اعتبره شيء دفاعي، يعني ما استخدم التعزيز الجنود اللي يعطوني اياه الا قليل. يعني اطلب تعزيز واخليه بالقريه، اي واحد يهجم يعني خلاص. يعني شوف انا حاط تنين هنا، فيعني صعبة على اللي يهجم. يعني تخيل انت تهجم ويطلع لك تنين، يا اخي يخرب الهجوم يعني باختصار. وشوفوا لو تلاحظون حدود الكلان حاط وسط القرية، يعني ما يمدي يسحب اللي بالبيت، يعني ما يمدي يسحب اللي بيت كلان. فهذا شيء قوي يا شباب بالنسبة للدفاع. هذه نقاط مهمة لازم الكل يعرفها. في نقطة ثانية بعد بالدفاع اللي هو الملكة. شباب الملكة يعني اعتبرها بعد بيت كلان بالنسبة للدفاع الملكة، لأن الملكة بعد نفس النظام، تضرب جو وأرض. يعني أي شيء يهجم بالجو أي شيء يهجم بالأرض راح تتفاهم معه الملكة. لكن بالنسبة للملك الشريف أرضي بس ما عنده قوة أرض، فالملكة أفضل من ناحية الدفاع، لكن الهجوم أقوى الملك. هذا من ناحية الدفاع شباب. وفيه بعد كم شخص يسأل يقول كيف أني أستخدم خاصية الملك اللي هي
اللي هي هذه اللي هي كيف انه يستخدم التسريع للملك. شباب الملك والملكة لازم تطورهم ليفل 5، وبكذا تقدر تسوي تسريع للملكة والملك، اللي هي الخاصية اللي هي الملكة خاصيتها يعني بعد ما تطورها تطلع منها ارشر من عندها وهي تختفي. هذه لما تصل ليفل 5 لو تقرون الكلام اللي تحت انك لازم توصلها الظاهر ايه هنا يقول upgrade your hero to level 5 to include this ability. يعني اذا تبي الخاصية هذه لازم انك تطور ليفل 5 وبعدين تاخذ الخاصية هذه. طيب هذا شباب بالنسبة للدفاع والهجوم وكيف تعرف ان هجومك ناجح ولا لا. هذا موضوع مهم صراحة، ودي الأغلب الشباب يعرفون الموضوع هذا، لأنه كثير الحين الصراحة اللي يشوفهم يعني ما هم عارفين بالأشياء هذه. عفوا. طيب شباب أنا ما ودي المقطع هنا يوقف، ودي أهجم معكم هجوم وخلنا نوريكم استراتيجية جديدة اكتشفتها، اللي هي المعضل أو المنطاد ليفل مو المنطاد هذا صار منطاد، اللي هو العملاق 24 عملاق و40 ارشر والباقي واثنين هيلر والباقي بربريان. استراتيجية حلوة مع اللي هو يا طويل العمر 3 اللي ينقزون جدار وواحد انعاش. شيء حلو صراحة، استراتيجية مرة قوية ويعني تدخل على القرية. طيب شباب بدور على قرية وبرجع لكم باك شباب. وطبعا هنا حصلنا على واحد عنده 179 ألف كسير زهري و156 ألف جولد. أول شيء نسحب الملك. شوفوا كيف ان الملك يعني اصبر اول شيء نشيك على الكلان. شوفوا المشكله اللي قلت لكم اياها، يحطون الكلان برا. شوف الحين عرفت ان الكلان ما في شيء فخلاص ارتاح. الحين نسحب الملك، نجيب الملك هنا وننزل عليه يا حبيبي، وبعدين ندخل وين. اول شيء نحاول اننا ندخل على الجهه هذه نضرب الصاروخ، ولا لا تدرون الجهه هذه افضل. طيب ننزل العمالقه هنا وخليهم هم يكسرون الجدار، مو لازم انا اكسر الجدار لانه بعد شوي بنزل معهم اللي هو الهيلر، بس بعد ما يكسرون الدفاع هذا بنزل معهم واحدة هيلر بعد ما يكسرون الدفاعات الجو. يا سلام يلا خذ. لا 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 اشطحت 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 اشطحت. يا سلام روحي معهم روحي معهم روحي معهم يا الهيلر. خلاص كذا تضمن انك يعني خلصت على اغلب القرية. شيء حلو. وزع الارشر دخل معهم بربريان وسط القرية. طبعا باقي لنا واحد اللي هو الارض مو الارشر. باقي لنا دقيقة. انا بحط اللي هو ينقز شنو والله ما يحتاج كذا اكون. شوفوا شباب الحين انا عرفت ان القرية اقدر عليها بدون مشروبات، فليش استخدم المشروبات؟ يعني ماني محتاج مشروب الانعاش، ماني محتاج اللي ينقز الدار، لان الجيش ما هو مقصر. يعني الحين بالوقت الحالي الجيش ما هو مقصر. يعني شوفوا ما يحتاج ان ينقزهم الدار، خلى طاقتهم عادي يعني عارف انهم راح يدخلون لانهم قويين باختصار في الماك. فشيء حلو. وزع ارشر هنا بس عشان ناخذ الاشياء هذول، فخلاص يعني تقريبا اقدر اخذها 100%. يا حبيبي بيلكم تنقيزه عشان بس بننجز الوضع. شوفوا كيف تنقيز يا حبيبي، انقز يا حبيبي. ما يحتاج ابو قنابل وما يحتاج قلق وما يحتاج. خلاص باقي لنا شيء واحد بس كلهم على هذا. اوف 100%. طبعا الهجوم هذه او الهجوم هذا وش هذه؟ الهجوم هذا يعتبر صراحة خرافي. التشكيلة هذه الاستراتيجية هذه خاصة لما تلقى قرى قوية. يعني صدقني لا تخاف إذا معك اللي هو مشروب اللي ينقز الجدار هذا ما عليك خوف. ليش؟ لأنه مش يعني صراحة يختصر عليك مشوار كبير. فبس شباب أتمنى أن الهجوم ناعس حسانكم وأن المعلومات استفدتوا منها. لا تنسوا اللايك ومفضلة والكومنت. أهم شيء الكومنت شباب. اكتبوا لي إذا في أشياء إضافية ودكم تشوفونها، إذا ودكم أشرح شيء ثاني اكتبوا لي بالكومنت. لا تنسوا اللايك شباب، محتاج دعمكم والله. من المقطع تعبت عليه شوي. يلا عاد شباب
كان معكم اخوكم عزوز، في امان الله.